سەرەتا سوپاس و ڕێز و پێزانینم هەیە بۆ ئیتیحادی عولەما و مەداریسی ئیسلامی لە شاری دیاربەکری ئازیز بۆ بەستنی ئەم دیدارە ساڵانە کە کۆبوونەوە و دانیشتنی زاناگەورەکانی کوردمان بیرەخاتەوە لە ڕابردووە وەکو مەلای جەزیری و ئەحمەدی خانی و مەولانا خالید و مەلا یەحیای مزوری و مەولەوی تاوگۆزی و مەلا خدرینالی و سەدان و هەزارانی تر لە زانا پایە بەرزەکانی کوردستان ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لەسەر هەمویان. الشكر موصول لاتحاد العلماء والمدارس الإسلامية. تحية إجلال وإكبار لشهداء المقاومة الإسلامية، والمجد والفخار لغزة ولفلسطين وللعالم الإسلامي، والخلود الأبدي للشهداء الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي وسيداتي الإخوة والأخوات من العلماء والمشايخ والأساتذة الأجلاء. قبل أن أبدأ هذه الورقة البحثية والتي هي ورقة مقتضبة تحت عنوان طوفان الأقصى والقيم الحضارية، أود أن أقرأ عليكم بعض الأبيات التي سطرها عميد الشعر الكردي الحديث عبد الله غوران، وهذه الأبيات تتناسب مع هذا الاجتماع. يقول: ئەگەر دوێنێ مامۆستایان یەک سوڵتانیان پێ ئەگەیان، ئەمڕۆ ئەبێ مامۆستای کورد دانیشێ بە ڕاوێژی ورد، ڕێگەی پێگەیاندن دانێ بۆ ملیۆنان نەک سوڵتانێ، لە بێشکەی بن هەر سێبەرێ، سبەی ئەگەر بێتە دەرێ، خانزادێ سەلاحەددینێ، کاکە مەمێ خات و زینێ، ئەوسا بەستەی بێخەمیمان، چهی پێنووس چ دەمیمان، بە تاقە یەک زاری شیرین، شاخ پڕ دەکا لە پێکەنین، ئەوسا خانی خانی سەردەم، بە زمانێ ئەنووسێ مەم، کە پێی ئەدوون نالی و مەحوی، وەک قوبادی و وەک مەولەوی. الورقة البحثية ورقة مقتضبة، يعني لا أريد أن أطيل عليكم، وإنما هي عناوين تكفي الإشارة إليها لتدلنا على مضامين هذا الصراع المتلاحم بين أهل الحق وأهل الباطل في كل عصر من العصور وفي كل جبهة من الجبهات. وعنوان الورقة البحثية: القيم الحضارية في طوفان الأقصى. القيم هي مجموعة من العقائد والأفكار والمفاهيم المعيارية التي تسود في المجتمع وتلقى قبولا وافرا بحيث لا يسمح بتجاوزها ولا بالتنكر لها، فيكون المجتمع بأنماطه وطبقاته ومستوياته المختلفة حارسا لهذه القيم وساهرا على استمرارها. ويمكن تصنيف القيم إلى قيم دينية وثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية وما إلى ذلك من أقسام وفروع، ولا مشاحة في الاصطلاح ولا في التقسيم. لعل أهمها ما يتصل بالحضارة الإنسانية في مجموعها، والتي يمكن تسميتها بالقيم الحضارية، ومثلوا لها بحب الأوطان واحترام الوقت والتعايش مع الآخر والتسامح الفكري والرقي بالمعارف والآداب والفنون والتمدن واحترام الخصوصيات الدينية والمذهبية والقومية والفكرية. ومعلوم لدى الناقد البصير أن البشرية في وضعها الراهن تعاني أزمات كبيرة ومعقدة، من أبرزها أزمة القيم عموما والقيم الحضارية منها خصوصا، بعد هيمنة النظرة المادية الليبرالية الذرائعية الغربية
التي تعالج كل شيء وفق فلسفتها الليبرالية والعلمانية، وترد كل المعايير إلى هذا المعيار الأحادي الذي صاغه العقل الغربي المسيطر بالحديد والنار. بعد بداية الهيمنة الرقمية المعلوماتية واللوجستية العسكرية العابرة للقارات، والتي تستهدف القيم المعنوية والحضارية قبل كل شيء، ودافعها في ذلك استئصال روح المقاومة الفطرية لدى الشعوب المتمسكة بتراثها ودينها وعقيدتها ورؤيتها للإنسان والكون والحياة. ويبدو أن النظرة المادية في تصورها للحياة وعناصرها الماورائية باتت بأمس الحاجة إلى لمس هذه القيم وتجربتها في الواقع الإنساني. لذا قيض الله في عصرنا ويقيض في كل عصر مجموعة من الربانيين القائمين على الحق، بحيث تتجلى فيهم هذه القيم الحضارية. هؤلاء شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا. وهؤلاء الشهداء في عصرنا الحاضر ليسوا سوى المجاهدين المرابطين في فلسطين، وتحديدا في غزة الجهاد والمقاومة، وعلى خطى الشهداء الأبرار من أحمد ياسين إلى الرنتيسي وإلى أبي العبد وغيرهم الكثير، الذين سطروا بدمائهم الزكية وبأرواحهم النقية أروع الملاحم البطولية وأبلغ الشواهد الرسالية على زرع القيم الحضارية في نفوس الأجيال وعقولها، بحيث تنبعث لمقاومة الاحتلال الصهيوني المدعوم أمريكيا وغربيا دون ما ضعف أو تنازل أو تردد في المنازلة. أبلغ الشواهد هي العمليات الاستشهادية التي زلزلت الأرض من تحت أقدام الصهاينة المحتلين ومن تحت أقدام حماتهم بالمال والسلاح والسياسة والإعلام المتهالك المضلل. لقد ضرب أبطال الجهاد والمقاومة البواسل في غزة الصمود والمصابرة أروع الأمثلة للتعبير عن الارتباط بالوطن والأرض والمقدسات والتفاني من أجلها، كما ضربوا أروع الأمثلة في الالتزام بأخلاقيات الجهاد والمقاومة في تعاملهم الإنساني مع الأسرى والمحتجزين، إذ لم يتعاملوا معهم بعقلية الانتقام والإبادة والتهجم والتهكم، هذه العقلية المعتادة يوميا من لدن الكيان الصهيوني الغاصب، هذا الكيان الذي ما زال يضرب بعرض الحائط كل الموازين والاتفاقيات الدولية، ويتعامل بعنجهية بادية للعيان مع المبادرات الداعية لوقف إطلاق النار، ويطلق العنان للمستوطنين الحاقدين ليفعلوا ما بدا لهم من الانتهاكات الصارخة والتجاوزات الخطيرة على المدنيين العزل والأبرياء من الشيوخ والأطفال والنساء. في المقابل نجد المرابطين الربانيين يسلكون سلوك الصحابة والتابعين في الذود عن المحارم والأوطان واستنهاض الهمم والقوى الوطنية للدفاع عن الأقصى والمقدسات، غير آبهين بما يصيبهم من أذى وتدمير ومن تهجير وسياسات الأرض المحروقة والإبادة، فأصبح المحتل لا يهدأ له بال ولا يسكن له حال، والمستوطنون يعيدون هواجس الخوف والوجل التي كانت تراود أجدادهم يوم قالوا لنبي الله موسى عليه السلام: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. لقد تجلت إرادة الله في عملية طوفان الأقصى بنصر معنوي وسياسي وإعلامي للمؤمنين بقضاء الله وقدره، فوقف العالم أجمع على قوة وصلابة الموقف ومتانة الحق الذي يستندون إليه في جهادهم المتواصل المستمر، وفي شوقهم للشهادة وحنينهم إلى الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كيف لا وقد اتخذهم الله أخلاء وأولياء في يوم تخلى الكثير من الناس عن القيم الحضارية والمفاهيم العليا الإنسانية، وانخرطوا في مشاريع التطبيع والاستسلام والتخاذل بذرائع واهية جدا، فرضوا بالدناءة والخسران بدل العزة والرضوان،
لكن أهل غزة بكافة فئاتهم وطبقاتهم وقفوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص، يبتغون من الله فضل الشهادة وعزيمة النصر ورفعة الرؤوس، جزاء وفاقا لطوفانهم الجارف لعروش الطغاة المستبدين، والمزلزل لعساكرهم الخاوية وجيوشهم العاوية. إن هذه الملحمة الإيمانية التي تشهدها غزة منذ سنة كاملة قد أثبتت للقاصي والداني هشاشة الطروحات المادية الأمريكية والبرامج الإقليمية المهزوزة وكل مشاريع التطبيع المتخاذلة، بحيث بدأ الصهاينة يفقدون توازنهم وقدرتهم على المناورة بإزاء الصمود التاريخي والأسطوري لأبطال غزة ووقوفهم خلف قيادتهم الميدانية المخلصة والكفؤة ودون أدنى تردد أو اضطراب في الموقف. فقد تعلموا دروس التضحية والإيثار في مدرسة المصطفى الأعظم صلى الله عليه وسلم، والصديق الأكبر والفاروق العمر وذي النورين الأنور وحيدر الكرار الأغر وسائر قادة الفتح الإسلامي الأزهر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والإحصائيات المتوفرة تدلنا على مدى الدمار المادي الذي لحق بإخوتنا في القطاع الشامخ وعدد الشهداء والضحايا والجرحى، لكن أحدا من أهل غزة لم يتوانى ولم يتراجع قيد أنملة عن الموقف الوطني والحكم الشرعي والاصطفاف حول قيادته الشرعية والوطنية. وهذا هو النصر المؤزر والفتح المبين للقضية الفلسطينية العادلة، التي مهما حاول المستسلمون وتهالكوا في تسويتها بالمعيار الأمريكي وحاولوا المساومة عليها والتنازل عن حقانيتها الشرعية والقانونية والتاريخية، إلا أنها بقيت وستبقى أولى القضايا الإسلامية وأعزها في نفوس الأمة، وهي فضلا عن ذلك قضية أحرار العالم وقضية الشرفاء من أصحاب الضمائر الحية والعقول الواعية. إن القضية الفلسطينية قضية أمة ذات قيم إيمانية وعقدية وأخلاقية، بل هي قضية في صميم الحضارة الإنسانية المستمدة من تعاليم الأنبياء والأصفياء، وقد تجلت معانيها وقيمها في الوقفة الفلسطينية الغزاوية الحماسية والجهادية التي مهدت وتمهد لزوال هذا الكيان الغاصب الذي هو عدو للسلام والاستقرار في العالم، والذي لا يمت إلى الإنسانية وقيمها النبيلة بصلة بقدر ما هو غدة سرطانية استحدثت للنيل من التعايش السلمي والتسامح الفكري بين الأديان والأفكار والمعتقدات. وقد أثبتت عملية طوفان الأقصى أن الحقوق المهضومة والمنتهكة لا يمكن استردادها ولا الحفاظ عليها إلا بالجهاد والمقاومة الشريفة، وأن القدس الشريف أمانة في أعناقنا يجب حمايتها وصيانتها من تلاعب الخونة وعبث المحتلين ومن مماطلة المخادعين الدوليين، وأن الدماء الزكية الطاهرة التي سالت في شوارع غزة وأزقتها ستنبت أجيالا تعرف قيمة التضحيات الجسام وتعرف قيمة الأرض الطاهرة الفلسطينية شبرا شبرا، بحيث لا تفرط بقطرة دم ولا بشبر أرض ولا بغصن زيتون. وهذه الأجيال هي التي ستعيد الحقوق إلى نصابها وأصحابها. وفي الختام أدعو المؤتمرين الكرام من السادة الأعلام والعلماء والمشايخ العظام أن ينشروا ثقافة المقاومة هذه بكافة أبعادها لتتحول إلى منهج تربوي متكامل الأركان والبنيان، لتبقى كلمة الله هي العليا وتكون كلمة الذين كفروا المجرمين هي السفلى في موازين القوى وفي كافة الميادين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.